نام لي كده بندق. بندق، نام لي كده. بندق، انت هتنام كده للصبح؟ ما انت كنت صاحي دلوقتي، عامل نفسك نايم. قوم، قوم نحكي في قصة حياتك شوية. قوم يا بندق، قوم يا بندق نحكي في قصة حياتك شوية. بص يا بندق بقى، هحكي في قصة حياتك شوية. لا ما تقعدش، هنتكلم بقى ايه في قصة حياتك شوية. انا ايه، لما لقيتك هنا جنب البيت كان عندك ما يجيش اسبوع. ف... فلقيت ايه ولد صغير كل يوم والتاني يقول لي القط اللي كان هنا عامل ايه. فالمهم ايه، قعدت اتكلم معاه، قابلته مره وانا خارجه، فقلت له هو انت اللي جبت القط ده هنا؟ قال لي بصراحه قلت له ليه جبته من ايه؟ قال لي ده انا لقيته، انا بحكي لك القصه مش مديني اهتمام وانا بكلمك. بس بس ما تقعدش طيب، خلاص هو الاهتمام بتاعك عد. المهم، فايه، انا قلت ايه، اكيد الولد ده هو ايه عارف. اي، اي، خلاص، قلت الولد ده هو اللي جايبك هنا. فالمهم ايه، قلت له هو انت اللي جايب ده؟ قال لي قلت له ماشي. هو كان قاعد فين؟ قال لي كان قاعد في الحتة الفلانية، والقطط الكبيرة يا عيني كانت بتضربه. كنت تايه من امك يا عيني. المهم، او حد جابك من امك ورماك ايه على الرصيف. فرحت ايه، قلت له ماشي، يعني انت اللي جبته؟ قال لي وبعدين قلت له ماشي. قال لي وديكي كبرتيه وخليتيه جميل وحلو. وبعدين اللي خلاني بقى ايه، قلت ان هو الواد ده بيسأل عليك على طول ليه، ويقول لي بندق عامل ايه، هقول له كويس. لما قابلني مرة وانا برضو قابلني مرة كده ومرة وانت معايا. حتى هو قال لي ايه، ده كبر ما شاء الله وبقى كبير قوي، ده انت كبرتيه خالص، ده كان صغير قد عقلة الصباع. قلت له طبعا انا خدت بالي منه، واخده اوديله الدكتورة. خلاص عيب، عيب يا بندق، عيب. ده انت قصة حياتك بيضة، والله العظيم قصة حياتك. المهم، الكلام ده بقى لما ايه لقيتك جنب البيت كان يوم 3/9، 3/9 السنة اللي فاتت. المهم، واخدتك قلت ايه ده صغير خالص، بتسيبني وبتقوم. ماشي يا بندق.